السلام عليكم يا متابعيني، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. ورجعتكم اليوم فيديو جديد. لا تنسوا اذا اول مرة عم تشوفوا الفيديو تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر التنبيه. الله يسعدكم يا رب. اليوم ان شاء الله رح ساوي هيطلية على طريقة سورية. هون عندي لتر حليب وعندي 5 معالق نشا. كل كيلو حليب بضيف له 5 معالق نشا كبار. وصفة سهلة وسريعة، بنصحكم تجربوها. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم الطريقة. يلا نبدأ مع بعض. رح احط هون النشا طبعا على البارد. حركه. بسم الله. بلش اخفقه على البارد. طبعا هون بعد ما داب عندي النشا شغلت النار، نار هادية. بلش حرك فيه. وهون رح ضل حرك، ضل ايدي فيه مشان يطلع عندي قوام كويس وما يعني يزرزر. تمام، بحرك فيه لحتى يتعقد. وطبعا هون قوام عندي تعقد. راح اضيف، طبعا ما متواجدة عندي المسكة، راح اضيف نقطة مي الدهن. بسم الله. استمر بالتحريك. وهون عندي القوام، شوفوا صار كتير كويس، تعقد عندي. شوفوا ما زرزر، يعني كويس القوام تعقد. راح ابلش بقى طفي عليها. صبيتها بصحن، بدي اتركها بقى تبرد. ضيف لها مي باردة. وهون عندي بلش اسوي القطر. حطيت كاسة ونص مي، كاسة سكر، شوية مي دهن. بحرك، حطيت عقد عندي. وهون عندي القطر صار عندي جاهز بيبرد. هون بعد ما بردت عندي الهيطلية ضفت لها مي باردة. هيك طلع منظرها، شوف منظرها كتير حلو. وتجقد كمان عندي الوجه. وهون عندي الهيلاطيين بعد ما طلعتها من البراد بلش اقطعها. بسم الله. وهون عندي الهيطاليين بعد ما قسمتها حطيتها بصحون. راح اضيف لها قطر. بسم الله. هون بعد ما ضفت القطر حطيت موزة على وجهها. ممكن وصلنا لاخر نهاية الفيديو. ان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوا اذا اول مرة عم تشوفوا الفيديو تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل شي جديد. بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ان شاء الله تعجبكم الطريقة. سلام.